مصطلح بقى الناس كلها بتستخدمه اليومين دول، الريد فلاج، العلامات التحذيرية اللي بتكشف إن الشخص اللي قدامك فيه حاجة غلط. بس ساعات في علاقاتنا العلامات دي مش بنشوفها خالص، وسبب ده مش إننا غافلين، لأ، السبب أعمق من كده. الريد فلاج دي أوقات بتكون بتحسسك بالراحة لأنها شبه بيتك القديم اللي تربينا عليه، بيسيب جوانا أثر كبير جداً، بيأثر حتى على اختياراتنا في الحب. يعني مثلاً لو اتربيت في بيت كله نظام ونظافة، طبيعي تبقى متضايق لو شريكك فوضوي. نفس الفكرة دي بتحصل مع السلوكيات السلبية، بنشوفها طبيعية لأننا تعودنا عليها زمان. خليني أشرح لك شوية علامات بتوضح إنك ممكن تكون متعود على ريد فلاجز من غير ما تحس. 1. بتتجنب الخلافات بأي تمن. الخلافات حاجة طبيعية في أي علاقة، بالعكس دي اللي بتخلي الطرفين يفهموا بعض أكتر. لكن لو طول الوقت بتخاف من أي نقاش وبتحاول تمشي الدنيا من غير ما تفتح أي موضوع يزعل، فده ممكن يكون راجع لتربيتك. لو أهلك كانوا دايماً بيهربوا من المواجهة أو بيكتموا الغلط كأنه ما حصلش، فده أكيد أثر فيك. الطفل اللي اتربى في جو كده بيتعلم إن الخلاف يساوي خطر، وده بيكبر معاه في كل علاقاته. 2. النقد المبالغ فيه. لو انت صغير كنت بتتعامل مع أهل دايماً بينتقدوك حتى في الحاجات الصغيرة، طبيعي جداً تكبر وانت حاسس إنك مش كفاية. في العلاقات العاطفية ده بيظهر لما تختار شخص دايماً بينتقدك هو كمان، ينتقد لبسك، قراراتك، أو حتى طريقتك في الكلام، ويقولك أنا بساعدك تكون أفضل. بس الحقيقة إن الحب عمره ما يبقى نقد مستمر، الحب دعم مش تقطيع. 3. متلازمة المنقذ. في نوع من الناس دايماً بيجذب شركاء محتاجين للمساعدة، حد مكتئب، ضايع، بيعاني، تحس إنك لازم تنقذه كأنك مسؤول عنه. وده غالباً بيحصل لو كنت زمان مضطر تكون الكبير أو تتحمل فوق طاقتك في البيت. لو كنت بتساعد أهلك أو بتحل مشاكلهم أو كنت دايماً العاقل وإنت طفل، فطبيعي جداً تحس إنك لازم تكون المنقذ دايماً. بس الحقيقة إن العلاقة الصحية مش إنك تنقذ، هي إنكوا تنمو سوا. 4. الإحساس إنك عمرك مش كفاية. لو كل مرة كنت بتكلم أهلك كانوا بيقولوا كان ممكن تعمل أحسن من كده، فده بيزرع جواك صوت بيقولك دايماً أنا مش كفاية. الكلمة دي مؤذية جداً لأنها بتخليك تسعى لرضا الناس طول عمرك حتى لو على حساب نفسك. وده بيظهر في العلاقة لما شريكك يبدأ يقارنك بغيرك أو يخليك تحس إنك أقل دايماً. لو العلاقة دي شبه بيتك القديم، خد بالك، ممكن تكون بتعيش نفس الوجع من جديد. في الآخر الحقيقة البسيطة هي إنك ممكن تكون متعود على السلوك المؤذي لدرجة إنك مش شايفه مؤذي أصلاً، بس التعود مش معناه إنك تستحقه. العلاقات اللي فيها نقد، سيطرة، أو تجاهل مشاعر مش عادية، دي ريد فلاجز حقيقية. افتكر دايماً إنك تستحق تكون في علاقة فيها احترام، دعم، وراحة نفسية. قولي في الكومنتات، هل في علامة من دول حسيت إنها شبهك؟ أو حسيت إنك عشتها قبل كده في علاقة؟ لو الفيديو ده لمس حاجة جواك، شاركه، يمكن يساعد حد تاني يفهم نفسه أكتر.